اسكندريه الجوله الثالثه عند اللول. طبعا كلنا عارفين كيلو اللحمه وصل كام النهارده. اللول بقى بيعمل لك واحد لحمه روز بيف ب 25 جنيه بس، او زي ما بنقول عليها اللحمه البارده مستويه ومتشفيه من الدهون على الاخر. لما يبقى سندوتش الصدق ب 15 جنيه واللحمه بالبصل كمان ب 15 جنيه يبقى لازم نفوق. تتبيله اللحمه بالبصل هترجعك لايام زمان، ودي بقى اكتر حاجه مشهور بيها اللول اللي ماما بتعملها في البيت، وغالبا انت مش بترضى تاكلها. لو جربتها بقى هناك هتيجي من اخر الدنيا بعد كده عشان تاكلها عنده. قليل قوي بقى في اسكندريه لما تلاقي حد بيعمل سندوتشات الطحون، لو لقيته هتلاقيه ب 40 50 جنيه، لكن هنا عندنا في اللول ب 25 جنيه بس. وده بالذات بقى وانت بتاكله هيدوب في بقك زي الزبده. واللول بقى بيدلعه بشويه طحينه على طماطمتين كده، ولو انت من عشاق السبايس هيحط لك عليه فلفل حامي. كلنا بقى عارفين السكالانس الحادق، الناس بقى اللي بتهبط اللول بيعمل لكم السكالانس الحادق. وده بقى اختراع يا كوتش، ميكس بسطرمه على السوسيس على الصدق. تخيل بقى لما كل ده ينزل بالصوصات بتاعته في سندوتش واحد. خلصنا اللحوم، خلينا بقى نخش على السي فود، وخليني اقول لك ان الكابوريا والجمبري عاملين 30 جنيه بس. عشاق الرنجه بقى والمملحات اللول هياكلك سندوتش رنجه ب 20 جنيه بس. مش بس حادق، ده كل اصناف الحلو موجوده عنده، واللي جاي ده لاهل اسكندريه. عرض اهل اسكندريه اي 4 سندوتشات حادق عليهم واحد حلو هديه. ايه اكتر حاجه عجبتك في اللول؟ هتيجي عند اللول تاني؟ طبعا. اكتر حاجه عجبتك ايه؟ لحمه بالبصل. اول مره ليك عند اللول ولا ايه؟ لا مش اول مره. كم مره كده؟ على طول اسعاره جميله جدا. وانت كمان عايزينك تجرب اللول وتيجي تقول لنا رايك بصراحه. وصاحب المكان بيقبل اي تعليقات سواء سلبيه او ايجابيه، بيحاول على قد ما يقدر يطور من نفسه ويطور من المكان ويقدم اصناف تعجب الناس. وموجود في محمد نجيب، والتوصيل متاح في نطاق محمد نجيب سيدي بشر ميم.